بطولة السوبر انت دخلتها ازاي؟ يعني فكرت فيها ازاي؟ البطولة مع مدير فني جديد يسترب وانتوا داخلين زي ما انت بتقول، الجمهور مستني منكم الافضل، عايز بطولة للمدرب، بطولة ليك، دي اول بطولة ليك بعد العودة، صح كده؟ بالظبط. مش عارف كان في كام بطولة قبل كده؟ كان في 8 ودي ال9 الحمد لله. طيب ده شيء عظيم جدا. فعايز اعرف انت كنت بتفكر في البطولة دي ازاي؟ لا ما فيش، احنا من بعد ماتش المصري احنا عملنا كل حاجه في الكوره في ماتش المصري كانش في توفيق برضه. ما كانش فيه توفيق خالص. فاحنا في الطياره كباتن الفرقه قعدوا وقلنا يا جماعه ده عهد على نفسنا، خلاص احنا راجعين ان شاء الله بالكاس. ما فيش حل ثاني. مين اللي بيتكلموا؟ انت ومين؟ انت الشناوي وهاني واللعيبه كلها بتتكلم الصراحه. بس انا واحد من الناس كنت قلت لهم يا رجاله يا رجاله، يعني انا اسف على اللفظ، انا قلت لهم البطوله دي على شرفي. ياه والله العظيم على شرفك. على شرفي، دي كلمه كبيره قوي. والله قلت لهم البطوله دي انا هموت وارجع بيها. لازم نرجع بيها، لان الوضع اللي احنا فيه الفتره اللي فاتت في تذبذب كتير وكده. البطوله دي لازم ناخدها. هو ده اللي هيفوقك، هو ده اللي هيفوقنا. فكان كله بصوت واحد، احنا معاك، احنا كلنا عارفين المسؤوليه وكلنا ان شاء الله خدنا عهد على بعض هنرجع بالبطوله عشان نفرح جمهورنا، وعشان الناس كمان في النادي الاداره موفره للعيبه كل حاجه. فاحنا كنا لازم دورنا بقى البطوله دي لازم تخش النادي. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا والحمد لله خدنا البطوله.